هنتكلم النهاردة على خطوات لحياة أجمل. أول حاجة عايزاكي تاخدي كده مع نفسك نفس عميق وتقعدي كده ترتبي حساباتك، وفي حاجات مش هنعملها. الحاجات دي اللي كانت بتضايقنا وكانت بتخنقنا وكانت بتسبب لنا مشاكل نفسية وتخلينا مش مرتاحين هنعملها. أول حاجة تبقي متصالحة مع نفسك، تحبي نفسك زي ما انتي. لو انتي تخينة حبي نفسك، لو انتي رفيعة حبي نفسك، لو انتي سمرة حبي نفسك، لو انتي بيضة حبي نفسك. حبي الحاجات اللي فيك حلوة جميلة. تحاولي ما يأثرش عليكي خالص كلام الناس. لو حد بينتقدك كبري دماغك خالص. لو انتي جميلة الجميلات برضو هتلاقي اللي يضايقك. لو انتي بيضة هتلاقي اللي يضايقك، لو انتي سمرة هتلاقي اللي يضايقك، لو انتي تخينة هتلاقي برضو اللي يضايقك، ولو انتي رفيعة هتلاقي برضو اللي يضايقك. فخلي كل كلام الناس تحت رجليكي، دي اول حاجة. وتحبي نفسك زي ما انتي. دي هتلاقي نفسك اول حاجة لما ابقى متصالحة مع نفسي وحابة نفسي زي ما انا. الموضوع ده هيفرق جدا جدا، هتبقي كده عارفة في تصالح مع نفسك. حاولي ان انتي لما تلاقي في عيوب مضايقاكي في نفسك، مش هنصلح كله مرة واحدة، لا هنبتدي بحاجة حاجة. يعني عادة انا بعملها او عادات كتيرة، كذا عادة بتضايقني من نفسي هنبتدي نصلح منها. زي مثلا لو احنا بننام كتير هنبتدي ان احنا نقلل شوية. لو احنا مش بنعمل شغل بيتنا كله، هنبتدي بقى نرتب كده. كل يوم كده مش هقولك هتعملي 10 حاجات، اعملي 3 حاجات في اليوم. هتقعدي مع نفسك اي حاجة سلبية او مضايقاكي هتقعدي تكتبي الحاجات السلبية. الكتابة على فكرة بتخلي الانسان يفك جامد جدا جدا جدا. انا متضايقة من كده، انا عايزة اغير ده، عايزة اعمل ده، وهتقطعي الورقة هتلاقيه فرقت معاكي جامد جدا. لو في حد من اصحابك بيجيب لك طاقة سلبية، يعني حد شكاي، حد بتبان على فكرة. يعني انا كلمت مثلا صاحبتي، وبعد ما كلمتها حسيت ان انا مخنوقة، جات لي مشاكل، مودي مش حلو. يبقى نبتدي نبعد، نفلتر علاقتنا. ما نصاحبش او نكلم او نبقى مع ناس غير الناس الصحية، الناس اللي بتجيب لي طاقة ايجابية مش طاقة سلبية. دي برضو هتخلي حياتك الافضل. لان الصحوبية اللي بتجيب وجع الدماغ وبتجيب بتستنزف البني ادم، دي بتدمر حياته على فكرة، وبتبقي انت طول الوقت انت مش مرتاحة. طيب كمان لو انا في حاجات ناقصاني، يعني كل بني ادم فينا برضو مهما يكون مستواه المادي كويس، بيبقى في حد اعلى، بيبقى في حد، فبتحسي ان انتي في حاجات مش عارفه تجيبيها، في حاجات ان انا حاسه ان انا قليله. ان نعمل ايه بقى؟ حاجه حلوه قوي ان احنا نبص للناس اللي اقل مننا. هتلاقي نفسك ان انتي مرتاحة نفسيا جدا. ياما ستات جميلات جدا، جميلة الجميلات، و... ويا روح قلبي بتشتغل وبتشقى وبتتعب وبتربي وبتتأرمل وبتنفصل، وبيجي عليها الزمن وبتبقى عايشة، بتربي ولاد كويسين جدا، وبتبقى مثالية جدا، وبتبقى مبتسمة ومبسوطة. ده حاجة اسمها ان هي بتشكر ربنا وبتحمد ربنا، دي نعمة من عند ربنا. فانتي كل ما تبصي ان انتي مضغوطة، عايزة اجيب حاجات بقى وعايزة ابقى مبسوطة ماديا، وفي ناس اعلى مني، تبصي للي اقل منك هترتاحي. ارضي باللي كتبهولك ربنا. اي حاجة ربنا جابها حلو جدا. ان انتي لما بتقعدي تمتني لربنا عز وجل وانك تشكريه، ده بيزيدك على فكرة جامد جدا وبيريح نفسيتك. زي ما قلت لك هتحطي كلام الناس تحت رجليكي، هتحبي نفسك في الوضع اللي انتي فيه. وكمان هتحبي وضعك المادي زي ما هو. هتبتدي ان انتي لو في عيوب فيك نبتدي نصلحها واحده واحده. لو في حاجات انا مهمله فيها في البيت او ان انا عايزه اعملها، عندي حاجات كتير، ابتدي كل يوم بحاجتين ب3 حاجات مش اكتر، هتلاقي نفسك اتغيرتي جدا. طبعا هنقرب لربنا. لو مش بنصلي هنبتدي ان احنا نصلي. لو احنا ما بنخرجش ومعناش فلوس نخرج، نمشي ساعه في اليوم. ممكن تروحي تتفرجي على المحلات، ممكن ان انتي تروحي تشربي عصير فقط عادي.
الموضوع ده على فكرة هيفرق جامد جدا، وهيبقى عامل زي التمرينات. انت هتلاقي نفسك خلال شهر خلاص بقت العادات اختلفت جدا. اصل احنا كده كده عايشين وراضيين باللي كتبه لنا ربنا، فاحنا نعيش واحنا مطمنين واحنا مبسوطين واحنا راضيين، اهم حاجة الرضا. اعملي الموضوع ده هيفرق معاكي جدا جدا جدا. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.